السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. أنا كنت فاكر زمان إن عجائب الدنيا 7، لكن الحقيقة بعد اللي حصل النهاردة بقوا 8. مجموعة من ضباط الجيش واللواءات السابقين عاملين حملة اسمها حملة حماة وطن. خلي بالك من الاسم، الحملة اسمها إيه؟ حماة وطن. تمام. الحملة دي إيه هدفها؟ ليها هدف غريب جدا. حملة حماة وطن هدفها ان هي تعرف الناس ان الجزر سعودية. تخيل حضرتك ان حملة حماة وطن تبقى معمولة علشان تعرف الناس ان الجزر سعودية. يعني مش ممكن. عمرنا ما شفنا حاجة بالمستوى ده. عمرنا ما شفنا، يعني مش مستحيل. انا مستغرب جدا الحقيقة ان يبقى في حملة اسمها حماة وطن، ويبقى هدف حملة حماة وطن ان يعني ان هم يثبتوا ان الجزر دي سعودية. والاغرب من كده ان اللي يقودوا الحملة يبقوا ضباط جيش. حاجة يعني حاجة مؤسفة جدا. انا كنتش متخيل في يوم من الايام ان احنا ممكن نشوف حاجة زي كده ابدا، خصوصا بعد حكم المحكمة اللي بيقول ان الجزر مصرية، وده حكم نهائي. لكن في ناس مصرة ان الجزر سعودية، وفي ناس ليها مصلحة ان الجزر سعودية. سؤال بيطرح نفسه، هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ هل الناس دي قابضة؟ هل الناس دي يعني عايزين يفرطوا في الارض باسلوب غريب جدا؟ واضح ان في حاجة احنا مش عارفينها، لكن واضح ان في ناس عندهم فعلا احساس ان هم يعني لازم يسلموا الارض دي للسعوديه، ودي حاجه في منتهى الغرابه. في سؤال بيطرح نفسه بقى يعني تاني، هو احنا عندنا مشكله مع السعوديه بسبب موضوع الجزر؟ الحقيقه ان احنا ما عندناش مشكله مع الشعب السعودي. عشان نبقى واضحين، ما عندناش مشكله مع الشعب السعودي، لكن عندنا مشكله كبيره جدا مع القياده السعوديه. مش عشان موضوع الجزر بس، ده موضوع الجزر ده جزء من كل. النظام السعودي هو اكتر واحد دعم عبد الفتاح السيسي. هو دعم المجازر بتاعت عبد الفتاح السيسي. النظام السعودي ما دعمش عبد الفتاح السيسي بس ماديا، لا، ده دعمه سياسيا في المحافل الدولية، وشال من عليه قرارات كان ممكن تطلع كتير جدا في المحافل الدولية. اذا النظام السعودي بيعادي شعب مصر. بيمول نظام انقلابي قاتل، قتل الشعب وحرق الناس وحرق المستشفيات وبيقتل الناس كل يوم. ومش كفاية كده كمان، لا كمان عايزين ياخدوا مقابل الفلوس اللي دفعوها كمان ياخدوا أرض مصرية ليها استراتيجية عسكرية مهمة جدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الجزيرتين مش بس يعني قيمتهم انها أرض مصرية، لكن قيمتهم العسكرية والاستراتيجية مهمة جدا. الأمن القومي المصري علشان مضيق طيران يفضل مياه إقليمية مصرية. وده الكلام اللي قاله عبد الناصر في الخطاب الشهير بتاعه. عشان كده أنا بستغرب مثلا لما واحد زي المعرض الكبير مصطفى بكري بيدعي انه ناصري. يعني هو بيقول ان هو ناصري، وفي نفس الوقت بيقول ان الجزر سعودية، رغم ان عبد الناصر الاله بتاعه يعني ما بيقول انها مصريه. فانا بستغرب جدا تلاقي واحد زي مصطفى بكري او ناس تانية يعني بيقولوا ان هم ناصريين، وما بيشوفوا خطاب عبد الناصر يعني بيتجاهلوه تماما، وعايزين يعني ايه يقنعوكوا ويقنعونا ان الجزر دي مش مصريه. وده طبعا مستحيل تقنع اي حد في الشعب ان الجزر دي مصريه. اذا زي ما قلت لحضراتكم، احنا ما عندناش مشكله مع الشعب السعودي كشعب، احنا عندنا مشكله مع النظام السعودي ومطبلاتية النظام السعودي اللي بيطلعوا يشتمونا على تويتر، وبيطلعوا يقولوا ان الجزر دي مصرية، وبيطلعوا يشتموا الشعب المصري ونسيوا اصلهم. يعني انا بقول للناس اللي تطلع تشتمنا السعوديين، ما تنسوش اصلكم. انتوا عارفين انتوا ايه كويس، وعارفين لو البترول خلص هيحصل ايه. يعني انتوا عارفين كويس قوي، فما تتجاوزوش حدودكم، لان احنا ممكن نرد عليكم ونعرفكم اصلكم كويس. فاتمنى ان الناس اللي بتخش تشتم الشعب المصري على تويتر، بتخش تقول ان الجزر دي سعوديه. وبالعكس، في بعض الناس، اضحك بقى، بعض الناس السعوديين بيهددوا، بيقولوا ان الجيش السعودي لو مصر ما سلمتش يعني الجزر للسعوديه، الجيش السعودي هياخد الجزر بالقوه. يعني دي بقى، يعني انتوا يا جماعه اخر حرب دخلتوها كانت غزوه احد تقريبا.
هتاخدوها ازاي يعني؟ فاهم؟ هتروحوا بالجمال تاخدوها مثلا، بس المشكله ان في بحر. فيعني عيب قوي، عيب جدا. انتوا عارفين الارض دي من 7000 سنه ارض مصريه. فيعني عيب جدا. بقول للشعب السعودي اللي احنا بنحترمه، عيب جدا اللي بتعملوه ده. الارض دي مصريه من 7000 سنه، ويعني احنا مش عايزين مشاكل مع الشعب السعودي، لكن احنا ضد النظام بتاعكم، لان هو غير انه دعم النظام الانقلابي بتاع عبد الفتاح السيسي اللي قتل الناس، كمان عايز يسرق الارض المصريه. ودي مش اول مره تعملوها. برضو انتوا سرقتوا ارض من جيزان ونجران من اليمن، واستخدمتوا علي عبد الله صالح في سرقه ارض جيزان ونجران. بيستخدموا وجود خونة في الحكم علشان يستولوا على ارض مش بتاعتهم. اعتقد ده اسلوب في منتهى الحقارة وغير مقبول. بس بقى هنا يعني المصريين ارضهم خط احمر. يعني لو عرفتوا تعملوا الكلام ده مع اليمن، مش هتعرفوا تعملوا الكلام ده معانا. وحتى لو عبد الفتاح السيسي ادالكوا الجزر، هناخدها غصب عنكم، هناخدها من عينيكم وغصب عنكم تاني. فالاحسن ان احنا نقفل الموضوع علشان نحافظ على العلاقة بين الشعبين اللي هم طول عمرهم ما كانش عندهم مشاكل مع بعض. فده الحل الاحسن. لان زي ما قلت لكم، حتى لو عبد الفتاح السيسي سلم لكم جزر، هناخدها غصب عن عينكم تاني. ومش بعيد ناخد جدة كمان عندا فيكم لو احنا حبينا يعني. فاتمنى ان احنا يعني ما نوصلش للنقطة دي. احنا شعوب كلها عربية، لازم نكون يعني فاهمين ومش عايزين نتفرق اكتر من كده. طمع النظام السعودي في الارض المصرية ده نتيجة مساعدته لعبد الفتاح السيسي. عشان بس برضو نبقى الامور واضحة، النظام السعودي ما كان لا يجرؤ ان يطلب الطلب ده من اي واحد تاني، لكن هو يعني في مقابل انه دعم عبد الفتاح السيسي ودعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، عايز مقابل. لان في السياسة مفيش حاجة ببلاش. زي مثلا حسني مبارك لما شارك في حرب الخليج، حصل المقابل اللي هو خد عليه، خد مقابل مادي كبير جدا، زائد تم اسقاط الديون العسكريه عن مصر. فاذا ما فيش حاجه في الدنيا بتتعمل في السياسه ملهاش مقابل. فهو ده المقابل اللي عايزاه السعوديه. ان يعني ده المقابل اللي عايزاه السعوديه في مقابل دعمها للمجرم عبد الفتاح السيسي. لكن شعب مصر ما بتنزلش عن ارضه لحد. يعني كفايه لحد كده. واتمنى للاخوه السعوديين يبطلوا تطاول على مصر، ويبطلوا تطاول على المصريين، لان احنا لو ردينا عليكم هنزعلكم قوي. فيا ريت تحترموا نفسكم وتفتكروا اصلكم. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.